السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة من فضلكم. نرجع لجعفر العمدة. بعد ما جعفر هيرجع من اسكندرية من عند خالد سيف، هيلاقي عايدة مستنياه. هيقول لها انت ليكي عندي خبر حلو. هتقول له وانت كمان ليك عندي خبر حلو. هيقول لها طب قولي. قالت له لا، قولي انت الاول. هيقول لها انا حولت لك 40 مليون جنيه في البنك، قولي انت بقى. هتقول له انا حامل. بعد ما جعفر كان غضبان جدا وزعلان جدا منها، طبعا هدي لما سمع كلمة انا حامل دي وفرح جدا، وقال دي اللي كنت ناوي اطلقها؟ طب اعمل فيها ايه دلوقتي؟ قال لها في حاجة تاني عايزة تقولها لي مخبياها عليا؟ قالت له اه في. قال لها قولي. قالت له انا ابويا مات في السجن من فترة وما قلتليش ليه طيب؟ قالت له الصراحة انا كنت عايزة منك الفلوس، بس لما سافرت معاك حبيتك قوي، ودلوقتي مش عايزة الفلوس، انا عايزة بس اعيش باقي عمري جنبك. جعفر لما حس ان عايدة صادقة في كلامها قال لها ماشي، وحد يعرف تاني ان انتي حامل؟ قالت له صفصف. قال لها يا ريت ما تقوليش لحد تاني، صفصف مش مشكلة. وراح واخدها في حضنه والموضوع سكت لحد كده. نزلت عايدة عند صفصف. صفصف قالت لها ها، قلت لجعفر ان انتي حامل؟ قالت لها اه. قالت لها وعمل ايه؟ قالت لها فرح. قالت لها مش انا قلتلك يا ريت ما تقوليش لحد تاني؟ قالت لها خلاص، هو برضو قال لي طلب مني ان انا ما اقولش لحد تاني. وداد خايفة ومرعوبة من جعفر. طبعا شوقي حس بخوفها وعرف ان هي خايفة، وعرف ان خلاص وداد ما بقاش ليها لازمة دلوقتي، وانه خد منها كل اللي هو عايزه. طبعا ضربها ورجعها بيت ابوها. ابوها قال لها ايه اللي جابك؟ قالت له شوقي ضربني ورجعني. طبعا نعيم كان هناك، مسكها ضربها وقال لها انت جبت لنا العار وخليتي رقبتنا زي السمسمة. قالت له وانا كنت عايز نعمل ايه يعني؟ دلال كلها غل ونار من عايدة انها حامل، وحاطه في دماغها ان هي تسقطها. راحت جابت دواء من الصيدلية وحطته لها في العصير عشان تسقطها. عايدة بعد ما شربت العصير تعبت ونقلوها للمستشفى. الدكتور لحقها في اخر لحظة وقال ده كانت هتسقط، بس الحمد لله قدرنا نحافظ على الجنين. وقال ان هي شاربة حاجة فيها دواء اجهاض. جعفر لما شافها كده زعل قوي، ورجع عند صفصف وقال لها الحقيني يما، انا زعلان، في حد مش عايز يبقى ليه نسل على وش الدنيا. قالت له ليه؟ قال لها بلال شامة قال لي ان في حد من اهل بيتك هو اللي خطف ابنك، وكمان حد دلوقتي الدكتور قال لي ان في حد دلوقتي ادى دواء لعايدة يسقطها. مين يما اللي بيعمل فيا كل ده؟ قالت له يا حبيبي يا ابني معلش بكرة تعرف الحقيقة. بلال شامة بعد ما فاق من الحادثة اللي حصلت له ولقى رجله مقطوعة، طبعا حس بالذنب جدا وراح متصل بدلال. دلال قالت له ايه ده؟ ازاي انت لسه عايش لحد دلوقتي؟ عرف ان هي اللي قتلته فراح قافل السكة في وشها. بلال شامة قرر انه يتصل بجعفر ويحكي له على كل حاجة ويريح ضميره. دلال هتتصل بالراجل بتاعها اللي خليته يقتل بلال شامة، وقالت له انت ما قتلتش بلال شامة ليه؟ قال لها انا دوسته بالعربية. قالت له اهو ما ماتش. هو انت ضربته بالعربية فين؟ قال له في الحتة الفلانية، وكان في راجل وواحد وشاب صغير كده كانوا واقفين وكانوا بيجروا وراه. دلال عرفت ان جعفر هو الراجل الكبير اللي كان هناك، وعرفت ان الشاب ده اللي كان مع جعفر هو ابن سيف، بما ان بقى بلال شامة كان رايح عشان يقتله وشاف جعفر هناك. خدت بعضها وراحت نفس العنوان اللي قال لها عليه، ولما رنت الجرس فتح لها سيف. دلال كده عرفت ان سيف هو ابن جعفر. دلوقتي دلال السماوية بتفكر تقتل سيف زي ما حاولت تسقط عايدة قبل كده.